السلام عليكم، صحة فطوركم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. والفيديو تاع اليوم يلقاكم مهنيين ومتهنيين. قبل ما نبداو في الفيديو تاع اليوم نصلوا ونسلموا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. اليوم مع بعضنا ان شاء الله سلسلة من حلويات العيد. نبداو باول وصفة تاع المقروض، سلطان المائدة اللي تقريبا الشعب الجزائري كامل ما يستغناوش عليه. نبداو على بركة الله بالمقادير. عندي 3 كيلات سميد متوسط، الكيلة تاع السميد تكون ممسوحة، كيلة تاع سمن تكون ذايبة. انا خلط درت نص كيلة تاع سمن ونص كيلة تاع زبدة. كيلة تاع ليدام منفيضهاش مليح، نخلي اندوا نكمل نفيضها بالزيت، نفيضهاش بزاف، نفيضها شوية برك. نبدا نخلطهم كامل مع بعضهم بالطريقة هذه. باه ينجح لك المقروض حاولي ديما تخيري نوعية سميد اللي تكون مليحة. بعد ما تخلطوا المكونات كامل مع بعضهم نبدا نحك في السميد هكا بيدي. نحس الحبات تاع السميد كامل تشربوا ليدام. نزيد لهم ملعقة كبيرة تاع ملح باه ما يجيش مسوس وما يجيش صامت. لازم نقعد نمحر فيه هكا مليح بيدي. بعد ما محرته مليح نهز كعبورة كيما هكا ونتستيه. ندير كعبورة بالطريقة هذه ونطيشها. اذا تفتحت يسمى مازال ناقص بسوس. هيا جاني هذاك هو، نغطيه ونخليه يبات. تقدري تخدمي به في نفس النهار. انا ساعات كي نعود مزروبة نخدم به في نص النهار ويجي ما شاء الله. نروحو دركا للغرس. هنايا كان عندي 2 كيلو تاع غرس، نقيتهم ورحيتهم. نبدا نعجن في الغرس بالمزهر باش ما يجينيش يابس من بعدا في المقروض. بالنسبه للاضافات اللي درتهم انايا في الغرس، الجلجلانيه اللي كنت نقيتها وحمصتها، زدت لها شويه تاع كاوكاو. عندك مكسرات تقدري تضيفيهم احسن واحسن، وكل واحد كيفاه يفوح الغرس تاعو. انايا في دارنا ما يحبوش القرفه وما يحبوش الطيب، كل وحده تفوح كيما بغات. ما عجنت الغرس مليح بالمزهر زدت لها مغرفه كبيره تاع زبده. السميد هنايا بعد ما بات ليله كامله درت له شويه تاع جلجلان محمص. تقدري انتي تستغناي عليه، انا نحبه بزاف المقروض. قسمت السميد على 2، نص راح ندير له الماء والمزهر ونص راح نخليه على جهه. نرش في السميد بالماء والمزهر بالطريقه هذه. لازم نخلطه باطراف الاصابع ما نعجنوش، نرشو غير بالعقل ونخلطه بالطريقه هذه كما قلت لكم دائما باطراف الاصابع. هي ما نقدرش نعطيكم كميه الماء لانها كل وحده والسميد تاعها. كاين السميد اللي يشرب وكاين السميد اللي ما يشربش. كما انا السميد اللي استعملته يشرب بزاف. بعد ما خلط السميد بالماء والمزهر القوام تاع العجينه كيما هكا ما يكونش مشقق، كتعرفوها باللي دات حقها في الماء. المقروض هنايا راح نديرو بطريقه عصريه كما شفتوه في اول الفيديو بالمول هذا تاع ام وليد. مع شفتو طول قلت علاه ما نديرش به المقروض، خرج شكله ما شاء الله. وزنت هنايا العجينه 35 غرام، الغرس درت 15 غرام. نجيب هنايا كورية ونفتحها بالكف تاع يدي بالطريقة هذه. نزيد نحط في النص كورية تاع غرس ونقفل عليها كما موضح في الفيديو. بعد ما قفلت مليح على الحشو تاع الغرس نجيب هذاك المول اللي راح نطبع به الحبة تاع المقروض
نحط الكورية في النصف، نربط الكورية شوية برك بيدي ونقفل عليها بالطريقة هذه. نحل المول ونجبد الحبة تاع المقروض يمدلنا الشكل هذا. راح نخليه هكا ومن بعد الشكل مرضيتش عليه بزاف، جبت النقاش وحكمت القرون هذو كامل درتهم بيه يجيو أبهى وأحسن. بغيت هنايا نسرع في الفيديو باش تشوفوا مليح كيفاه درتها. بعد ما درت هذوك القرون كامل بالنقاش، درت لها في النص حبة تاع قرنفل، زدت عاودت معاكم حبة واحدة اخرى باه تشوفوها مليح. صراحة ما كانش احسن من التقليدي، بصح ساعة ساعة نحبو نغيرو شوية. هيا زدت جبت كورية حليتها بالكف تاع يدي، حطيت في نصها الحشو تاع الغرس، حطيتها في النص تاع المول هذاك وضغطت عليها شوية، نقفل عليها المول باش تعطيني الشكل ونضغط عليه شوية ونخرج الحبة تاع المقروض. نحط الحبة تاع المقروض فوق الكوبات باش تجيني الخدمة احسن. نبدأ ندير فيها بالنقاش. هنايا قربت لكم التليفون باش تجيكم واضحة اكثر. القرون هذو كامل نضغط عليهم مليح بالنقاش يجيني شكلهم بعدا باهي وباين. انتي تستغناي على المرحلة هذه ما ديريهش بالنقاش، بصح بالطريقة هذه راح يجي احسن. نزيد نحط لها وحدة تاع قرنفل في النص. كملت خدمت الحبات كامل حطيتهم في بلاطو، نحطهم في الفور اللي يكون مسخن من قبل، تكون درجة الحرارة عالية. نحط البلاطو في النص ونخليه يطيب من تحت. بعد ما نشوفه حمار شوية من تحت نشعل عليه من فوق، دالي حوالي 25 دقيقة هو يطيب من تحت. المقروض هنايا بعد ما طاب ما شاء الله. قسمتلكم هنايا حبة باش تشوفوها كيفاه جات من داخل، خفيف والغرس تاعو جا طري ما شاء الله. نكونوا هنايا لحقنا لاخر الفيديو، بخلوش عليا بجام وتعليق باه تشجعوني وتحفزوني. في امان الله، سلام.